بس الموضوع ما وقفش عند العراق وإيران بس، ده حتى الموضوع وصل للحكام اللي هم جايين بدعاوي رسمية من الفيفا. واحد زي الحكم الصومالي عمر أرتان اللي هو تقريبا أحسن حكم عندك في أفريقيا ومعاه باسبور دبلوماسي، بس برضه برغم كل ده اتمنع من الدخول لأمريكا ورحلوه على تركيا لمجرد اللي هو ازاي شخص من الصومال يدخل عندنا هنا. ولو فاكر بقى ان المعاناة والعبث بيخلصوا مجرد ما المنتخب يختم الباسبور ويخرج من باب المطار فتبقى غلطان. اللي بيحصل جوه البلد وفي معسكرات الإقامة أسوأ بمراحل، لأننا هنا ما بقيناش بنتكلم عن مجرد إجراءات روتينية، احنا بنتكلم عن بارانويا أمنية خلتهم يعاملوا المنتخبات كأنهم عصابات أو حاجة، مش لعيبة كورة كده جاية تلعب أكبر بطولة في العالم. خلينا نبدأ بمنتخب أوزبكستان. البعثة وصلت المعسكر بتاعها وبدل ما يلاقوا استقبال يليق بمنتخب مشارك في المونديال بقى، لقوا نفسهم كأنهم هيتقبض عليهم حالا. أول ما نزلوا كلاب بوليسية بدأت تشمشم فيهم وفي شنطهم، والشنط بتاعت اللعيبة والجهاز الفني اتفتحت كلها واتفتشت في مقر إقامتهم. أنت متخيل الإحساس؟ لعيبة مرهقة من السفر كل تركيزها في البطولة تلاقي نفسها بتتعامل بالطريقة دي. طب بلاش أوزبكستان، تعالى بقى على السنغال. اللعيبة دخلت التفتيش